مرحبا، كيفكن اليوم؟ بدي أتشكر كل اللي عم يتابعني، وبتمنى الكل يشجعني وتضلوا مستمرين بالقناة. تدعموني، تحطوا لي لايك، تكتبوا لي تعليقات، وأنا أظن أي تعليق دغري عم جاوب عليه، يعني أبدا ماني عم بهمل ولا تعليق بيجيني للي عم يتابعوني. اليوم الفيديو رح نحكي عن أكثر الأبراج حظاً للعام 2023. الحقيقة أنا حاولت أبحث بكتير قنوات أو بكتير صفحات للمتنبئين بعلم الفلك والأبراج، إنه يا ترى كلهم أجمعوا على شيء معين، على تسلسل معين للأبراج، إنه في هذا البرج وهذا البرج هن الأفضل حظاً، هذا البرج وهذا البرج الأقل حظاً. لقيت بصراحة ولا حدا متناسب مع الثاني، يعني كل واحد عنده ترتيب مختلف عن الآخر. بس هلأ حسب علم الفلك والأبراج، وحسب الحظوظ لكل برج ببرجه خلال هذا العام، انه فينا نقول نحن مثل ما حكيت باحد الفيديوهات بانه ما في فترات، يعني انه والله السنة كلها من 1/1/2023 ل 31 12 2023 كلها سعيدة وكلها جيدة وكلها ممتازة. لا، بدنا نقول نحن انه في فترات، يعني في ابراج عندهم مثلا الثلاث شهور الاولى متعبة، بعدين تيجي شهرين مثلا جيدين، او مثلا شهرين الاولانيات متعبين، شهرين اخر السنه متعبين، بقيه الاشهر جيده. في ناس عندها مثلا 9 اشهر مثلا ممتازه تحقيق اهداف، في ناس عندها تغييرات وبترجع هاي التغييرات لها هي. يعني اذا انا عملت هاي التغييرات او قابلت هاي التغييرات بشكل ايجابي، فبتكون حياتي ايجابيه بكون انا حدا محظوظ. اذا استقبلت هاي التغييرات بطريقة سلبية، فأكيد أنا ماني رح أكون محظوظة، لأنه رح تعود علي هاي التغييرات بشكل سلبي، لأني أنا استقبلتها بشكل سلبي أو ما استغليت الفرصة. ولكن بشكل عام رح نقول نحن الحظوظ هي الأبراج، يعني بشكل عام ما في شيء إنه نقول ثابت خاصة بعلم الفلك والأبراج. فمنقول هي السنة 2023 إذا جمعنا الأرقام فيها 3 2 2 بيطلع المجموع 7، يعني هي الحظ رقمه 7 رقم هي السنة. فهذا الرقم مرتبط بنبتون يلي هو مرتبط ببرج الحوت، فنحن ممكن نقول بأنه برج الحوت محظوظ من ناحية رقم السنة، ولكن هو ما محظوظ من ناحية أخرى، أنه زحل رح يكون عنده اللي هو الكوكب الصارم رح يضل عنده 2.5 سنين. يمكن هاي السنة يكون أخف عنده شوي برج الحوت، كوكب زحل أخف عليه شوي، ولكن بسنوات الثانية بالسنة اللي بعدها رح يكون أتقل شوي، متعب أكثر. خاصة أنه برج الزحل يحمل مسؤوليات، يعني هو ما سيء، يعني إذا عرف يتصرف، وإنما هو بيعطي مسؤوليات كبيرة، بيعطي ضغط كتير كبير على الشخص، فبده يكون قادر هو يتحمل هاي الضغوطات ويتصرف بحكمة تجاه هاي الضغوطات. ممكن يكون أفضل، ولكن بده ينتبه كتير. فالحوت هو فقط محظوظ من ناحية ارتباطه برقم السنة اللي هو رقم 7 2023 اللي هو رقم حظ هي السنة. هلا فينا نقول القوس في معاكسات خفيفة، الجدي كمان في عنده معاكسات خفيفة، ولكن بشكل عام يعتبر هو من المحظوظين. الأبراج فيها الحظوظ الحلوة، مثلا الحمل ماشي بطريقة كتير حلوة عنده من بداية السنة، لأنه عنده كوكب المشتري اللي هو كوكب السعد الأكبر وكوكب الحظ الأكبر، رح يضل لغاية نصف السنة ل 15 أيار، ثم بيدخل الثور، فرح يكون الثور هو المحظوظ، بعدين بيجي السرطان، بعدين بيجي العذراء، بعدين بيجي الميزان، ومثل ما قلنا بعدين بيجي الحوت يلي هو حظه ذو حدين، يعني محظوظ من ناحية وما له محظوظ من ناحية. هاي الأبراج اللي عم نحكي عنها، الحمل والثور والسرطان والعذراء والميزان والحوت، في عندهم تغييرات وبدايات جديدة. هلأ في عنا مثلا برج الأسد بيجي بعدهم العقرب الدلو، عندهم شيء جديد، يعني بيبدأوا بشيء جديد وإيجابي، ومثل ما قلنا كله هذا مرتبط بالشخص نفسه. يعني هلا أبراج مثلا بكل برج، مثلا برج الميزان في ملايين من الناس برج الميزان، في ملايين من الناس برجهم الحمل، أكيد مو كلهم رح يتصرفوا
بنفس الطريقة، وبالتالي مو كلهم رح يكونوا حظوظهم مثل بعض يعني. فلذلك نحن عم نقول هي بشكل عام. هلا عنا أكثر الأبراج العاطفية حظا، يعني من ناحية الحب، أني أكثر أبراج من ناحية الحب هن محظوظين. في عنا برج الثور وبرج الميزان، كوكبهم الزهرة، والزهرة هي كوكب الرومانسية والحب. بعدين في عنا السرطان، لأنه أصلا السرطان هو طبيعته رومانسية. من الأبراج الحلوة كمان عنا القوس، كوكبه المشتري يلي بيدعمه بكل شيء. عندنا كمان من الأبراج العاطفية الرومانسية اللي هي في عندها حنية، العقرب والحوت، هن أكثر الأبراج المائية حظا بالحب هاي السنة. هلا الأكثر تعاملا معهم، يعني الأكثر أبراج التعامل معهم مريح، يعني أنت بترتاح لما بتتعامل معهم هاي السنة، هو الحوت. الحوت كتير حدا هيك هادي ومريح، خاصة أنثى الحوت. يعني أنثى الحوت حدا عالمها ملائكي كالفراشة، حالمة، فبتلاقيها انه انت بتتعامل معاها بتلاقيها حدا انسان كتير رائع ومريح بالتعامل. عندنا برج السرطان، كمان برج السرطان كتير طيب وونس، كوكبه القمر، رومانسي مريح، كمان بتنبسط كتير لما بتتعامل انت وياه. هلا الابراج اللي بدك تاخد حذرك منها، يعني ما كتير مريحة بالتعامل. في عنا مثلا برج الحمل، لانه متهور وعصبي، فبتتعب شوي، يعني بدك تكون حذر انت وعم تتعامل معه. الثور عنيد، الجدي صعب التعامل معه. هلا العقرب صعب التعامل معه من ناحية العمل لأنه هو ديكتاتوري. الجوزاء كمان صعب التعامل معه لأنه مزاجي ومتقلب الرأي. وبشكل عام الأبراج الهوائية، يعني الميزان والدلو والجوزاء، هدول الثلاثة هوائيين، فهني كلهم مزاجيين ومتقلبين بالرأي. فلذلك إذا أنت مثلا بدك تتعامل معه، عم تتفق أنت وياه على عمل، عم تتفق أنت وياه على شيء معين، فأنت مباشرة يعني بيقول لك هو إيه فورا أنت يعني بنفس اليوم دغري خد يعني اشتغل على الموافقة تبعيته، لأنه ممكن يغير رأيه، يعني بعد يوم يومين بيغير رأيه، هذا مزاجي هوائي. فأنت لما بيوافق على أي شيء ففورا ضرب الحديد وهو حامي مشان دغري تاخد، لأنه إذا بعد يمكن بعد نص ساعة بتجي لعنده بيقول لك والله أنا غيرت رأيي. هيك طبيعة الأبراج الهوائية. هلأ مثل ما شفنا هيك هي الأبراج كلياتها إنه كل حدا عنده فترات يعني مريحة وفترات صعبة، فترات محظوظ فيها وفترات لا. ومثل ما قلنا بترجع لكل شخص طريقة التعامل معه، مع الأشياء ومع المواقف ومع الأشخاص، باستقبال الإيجابي، الابتعاد عن السلبي، كيف نقدر نتعامل مع الإيجابيات وكيف ممكن نتعامل مع السلبيات، كيف ممكن نجذب الإيجابي لأنه وكيف ممكن نبعد السلبي عنا بكل المجالات، بالعاطفة، بالمال، بالعمل، بالأشخاص. يعني نحن بدنا نكون نحن كمان نعرف نتصرف بكل شيء عم بيجينا وبكل شيء محيط فينا. بتمنى الحظوظ السعيدة لكل الأبراج، ويكونوا الكل محظوظين بالاختيارات، بالتغييرات، بالحب، بالمال، بالعائلة، بالعمل، بكل مجالات حياتنا. وسنة سعيدة سنة 2023 لكل الأبراج ولكل اللي عم يتابعوني. لا تنسوني باللايك. إن شاء الله يا رب كمان رح ضل متابعة معكم الفيديوهات لنشوف أجمل وأفضل المواضيع احكي فيها من خلال هاي الفيديوهات. إلى اللقاء.